السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مخبوزات عبد الغني. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم خواتاتي جبت لكم العوله تاع الشتا، جبت لكم الفلفل كيفاش ترقدوه وجميع يعني الاسرار نتاعو، كيفاش تحصلي على اللون الاصفر، كيفاش يبقى مقرمش لاخر لحظه، وكيفاش يعني يبقى لك الفتره قصيره ولا فتره طويله، يعني كيما تحبي انتيا، حبيتيه يطيب في ساعه ولا حبيتيه يطول في الطياب كيما تحبي انتيا. درت لكم جميع اسرار في هذا الفيديو، يعني اللي ما تفرجتش هذا الفيديو صح راي رطات يعني كيفيه تخليل الفلفل. قبل ما نبدا وصفتنا لنا اليوم حباباتي، ما تنساوش ديروا لي لايك هكا باش ينتشر هذا الفيديو لاوسع نطاق، وثانيا حنقول لكم تبعوا الفيديو الاخير على خاطر فيه بزاف اسرار راح تكتشفوها ان شاء الله اليوم، خاصه المبتدئات اللي يعني يخافوا من الفلفل يفسد لهم ولا حاجه. لهنا نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. راكم شفتوا معايا كيفاش راني نغسل في الفلفل، راني غسلته عده مرات، ماشي مره وماشي اثنين، يعني نعطيلكم برك لهنا لقطات كيفاش كنت غسلته مره بالخل والباقي يعني غسلته حتى نولى الماء نتاعو صافي. ونبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. جبت هذو البلارات كما راكم تشوفوا، وحده تاع الحمص، وحده تاع العسل، وحده تاع باد دو فروي، يعني كل وحده كيفاش واش شريت فيها. يعني رانا نشريو فيهم حوايج اللي تاع كيما نقولوا حنا يتحفظوا لفتره طويله ومن بعد نروحوا نرميوهم. بغيت نسقسيكم برك علاش ترميوهم بعد تروحوا تشريو بلاستيك. كي تحبي تخللي تعودي ديري في البلاستيك، ولا تحبي ديري لي زيبيس تاعك تخبيهم في حاجه تروحي تخبي في البلاستيك. يعني راكم ديروا في غلطات كبار في هذو، راكم غالطين يا البنات، على خاطر تروحي تشري بلاره دوكا زجاجيه راح تلقايها غاليه بزاف، خاصه الزجاج هذا اللي يلوي السخانه. انه مصانع يديروا لك حمص في بلاره، اعرفي باللي راهو هذيك البلاره اللي تلوي السخانه بزاف، على خاطر الحمص هكاك مغلي يديروه في البلارات ويغلقوا عليه. هذه حاجه وحده. وثانيا تروحوا يعني ترميو هذا البلارات ومن بعد تروحي تشري بلاستيك ديري فيه لي زيبيس، يعني حتى الطعم نتاعهم تروح. يعني انا نستحسن اني ندير لي زيبيس تاعي في بلاره ما ماهيش بريستيج، تقدري تصبغي لها هذاك المغلاق تاعها بالذهبي وتعود لك ما شاء الله، تعود لك هايله، خير من اللي راكم يعني تروحي ترمي هذه تاع الحمص ولا الاخر ومن بعد تروحي تشري بلاستيك تحطي فيه لي زيبيس، ولا تخللي فيه الفلفل، ولا ديري فيه الهريسه ولا اي حاجه. من الاحسن البنات ما تعودوش ترميهم، هذه البلارات راهم مفيدين بزاف، انا الحق يعجبوني وعمري ما نرميهم. حتى البلارات نتاع الحمص هذوك نستعملهم الكلش، نحط فيهم التيزانه، نحط فيهم النعناع اليابس، نحط فيهم، شوفوا كان تشوفوا البلاكار تاعي تلقاهم عمر غير بهذا البلارات وما نستغناش عليهم ابدا. ومن بعد نروح نشريهم بثمن غالي، خاطر دوكا اون فوا تروحي تشري حاجه بلاره زجاجيه راح تلقايها من 100,000 وطلع، خاصه اللي كبار شويه في الحجم، وهذوك تاع الطرق راهم غاليين بزاف. يعني شوفوا هذا البلارات واش خصهم ما شاء الله، يهبلوا كي تغسلوهم يجوا يلمعوا ما شاء الله. دوكا يعني هذه نصيحه، اذا حبيتوا تديوها بعين الاعتبار او لا فلكم يعني لكم الحريه. اما دوكا في تخليل الفلفل يا البنات راكم تشوفوا فيا كيفاش راني نستف الفلفل، نحاول نستفو هكا يعني باش يجي منظم في البلاره. واما النكهات ولا الاضافات تحبوا تضيفوا واش حبيتوا. انا كيما هذه راني ضفت لها شويه زيتون، من بعد هي يولي الزيتون حار بطعمه الفلفل، ويولي الفلفل بطعمه الزيتون، يعني يجي فيهم واحد الخليط روعه ما شاء الله. وحبيتوا تزيدوا مثلا ثوم، حبيتوا تزيدوا زروديه، حبيتوا تزيدوا خضار اخرى، يعني لكم الاختيار. انا اليوم اكتفيت غير بهذا الزيتون ودرت شويه، يعني كاين اللي درت لهم الثوم وكاين اللي ما درت لهمش، يعني درت لهم غير المحلول الملحي فقط. راح نستفهم مليح يعني ونعمرهم مليح. حاولوا ترصوا الفلفل مليح هكا باش يترص ويعني وما يديش بزاف مكانكم، تعرفون بعد كيما يطيب يعني شويه يبدا ينقص. لهنا هذه البلاره الاخرى اللي راكم تشوفوا فيها راح نديروا هكا فلفل شرائح هكا، وراح نعطيلكم يعني اذا حبيتوا ديروهم يتخللوا فتره طويله، يعني حتى ل6 شهور وهذاك. واذا حبيتوا يطيب لكم في فتره 5 ايام. انا كيما هذو البلارات هذوك تشوفوا معايا، هذو اللي مغلاقهم راح نديرهم مغلاقهم بيض، راح يطيبوا لي في فتره 5 ايام قد. دوك تشوفوا لي زاستيس معايا. لهنا حكمت رصيت مليح كيما راكم تشوفوا. هذه زدت لها ثاني شويه تاع الثوم، كاين اللي ما درت لهاش الثوم، اي من هي ما درت لهاش الثوم. ونروح للمحلول الملحي نتاعي. لهنايا عندي كل لتر تاع الماء راح ندير له 4 ملاعق كبيره تاع الملح، وندير له كاس تاع وليد هذاك نديرو كاس خل ابيض، وندير ملعقه صغيره تاع السكر
هكا هذو المواد الاساسيه. دوك تشوفوا معايا الاضافات من بعد، اللي تحب الاصفرار ولا تحب القرمشه. انا درت لتر ونصف نتاع الماء، يعني ماشي درت لتر واحده تاع الماء، درت لتر ونصف تاع الماء. درت لهم 6 ملاعق كبيره نتاع الملح كما راكم تشوفوا، ودرت لهم كاس ونص نتاع الخل، ودرت ملعقه ونصف صغيره نتاع السكر. السكر راهو مليح في التخليل، ويدير لكم حتى هو الاصفرار للفلفل تاعكم، ويحافظ حتى هو على المخللات. اما سر القرمشه راهو في هذه يا البنات، هذه واش يسموها، هذه يسموها الشبه كم تعرفوها، وكاين اللي يقولوا لها الشبه. هذا الشب راح نديرو يعني حبه صغيره، قيس يعني قيس نص نتاع حبه الحمص، هكاك تجي قد الحبه تاع الجلبانه هكا. هذه ديروها في هذه الكميه تاع الماء، ديروا قيس حبه تاع الجلبانه فقط هكا. راح تخلطوا مليح. هذا السر مدتهولي يعني مرت عمي ما تخدم بزاف مخللات، تخدم الهريسه، تخدم الفريك، تخدم يعني جميع هذه الحوايج تقليديه يعني تخدمهم بكثره، وعندها بزاف اسرار. هي اللي مدت لي هذا السر تاع الشب، قالت لي يدير القرمشه ويخلي لك الفلفل تاعك مقرمش، يعني الاخر كما نقولوا الاخر حبه تاع فلفل في البلاره. الا هنا حكمت هذاك المحلول الملحي، سخنته مش غليته، سخنته حتى نوصل للغليان، برك طفيت عليه هكا باش يتعقم برك، وراو فيه الخل والملح يعني حتى هما يعقموا، ومن بعد جيت نعمر فيه. بالنسبه للبلارات هذو اللي مغلاقهم راح نديرهم بيض. شوفوا البنات راني قاعده ندخل مليح في الماء ونضرب البلاره هكا باش يعني يتنحاو منها الفقاعات هذوك، باش اذا ناقص الماء نزيد كما راكم تشوفوا. قلت لكم بالنسبه للبلارات هذو اللي مغلاقهم بيض راح نديرهم يطيبوا في ساع، يعني حبيتهم يطيبوا لي في ساع. كيفاه درت هكاك المحلول الملحي يكون سخون يعني هكاك بدرجه الغليان، نحكموا نكبوه على الفلفل هكذا. بهذه الطريقه راح يطيب لنا في ساع، يعني مده 5 ايام راح تلقاوه طاب وتلقاوه تخلل ما شاء الله وجابنين روعه. شوفوا لهنا راني نزيد في الماء، واللي نشوفها تسيح لازم نغلقها مليح، ندير لها حتى كيس بلاستيكي كيما هكا باش ما تزيدش يعني تسيح لي الماء ويدخل لها الهواء وتفسد لي هكا. اما هذو يا البنات اللي بغيتهم يعني ما يطيبوش في ساعه، راح نخلي المحلول الملحي هذا يبرد، يدي درجه حراره المطبخ يعني زعما يبرد مليح، ومن بعد باش نضيفوا عليهم. راني زدت عمرت قرعه اخرى بالفلفل على خاطر كان بقالي، ودرت لها شويه ثوم. راكم تشوفوا يعني الثوم راهو اختياري يا البنات، وما تتعبوش رواحكم ديروا القارص ولا حاجه، خاصه اللي راح دير المشاريع يعني ديري غير خل برك بزايد، اللي بغات دير للدار وتقلش روحها معليش دير القارص. اما سر اللون الاصفر يا البنات راهو فيه الكركم هذا وهكاك، يعني دوك تشوفوا معايا من بعد يعني ما كانش فرق بزاف بين اللي درت لهم الكركم وبين اللي ما درت لهمش، يعني من بعد يعني دوك تشوفوا النتيجه من بعد. لهنا سر الاصفرار قالك ديري الكركم، راني درت الكركم شغل يعني هو صح صفار وبصح يعني حتى الاخر صفار بصراحه، حتى الاخر اللي ما درتلوش الكركم صفار. وهنا نزيد نعاود لكم بلي المحلول الملحي لهنا راهو بارد، يعني هذو حبيتهم ما يطيبوش في ساعه، حبيتهم يديو فتره طويله باش نخبيهم وما يفسدوليش هكا. اغلقوا مليح وليت تشوفوها تسيح يا البنات، قلت لكم تيستيوها هكا دوروا هكا وشوفوها اذا تسيح غير ديروا لها البلاستيك باش ما تسيح لكمش، باش ما يدخلهاش الهواء. دوك تشوفوا هذو اللي راح نخليوهم فتره طويله، من بعد عندهم مرحله ثانيه راح نديروها لهم بعد 5 ايام هكا باش يحكمونا فتره طويله. شوفوا لهنا بعد 5 ايام شوفوا كيفاش صفار الفلفل تاعي. هذه راني ما درت لهاش الكركم خلاص راهي طابت، وهذه اللي درت لها الكركم وزعما درت لها ما بارد هذه، وهذه ثاني درت لها مسخون. هذه اللي البلاره اللي مغلاقها ابيض، هذو البلارات تاع الدجاج برك اللي درت لهم مسخون، اللي مغلقهم بيض وهما دجاج. اما الاخرى يعني البلاستيكيه هي مغلقها بيض مسحاني درت لها ما بارد هكاكم. شفيتوا معايا كيفاش هذه درنا لها الكركم. شوفوا كيفاش نقص الماء. دوك تشوفوا معايا يعني المرحله الاخرى بالنسبه لهذو اللي راح يطولوا بزاف، شوفوا كيفاش يعني تحكموا بزاف في الاغلاق على خاطر كان ما مغلي شغل يعني ما يخليش خلاص الهواء يدخل، وكانوا مغلوقين مليح. راح نعطي لكم هذا تشوفوا القرمشه تاعو، تشوفوا الماء تاعو كيفاش جا صافي يهبل. شوفوا حتى الماء تاعو قعد صافي ما شاء الله، وطاب جاي يهبل وريحته رائعه ما شاء الله. شوفوا اللون تاعو، اللون تاعو اصفر ما شاء الله، ويبقى لكم مقرمش لاخر لحظه ويجي بنين بزاف. وشوفوا هذا اللي درنا له الكركم، هذا نورمالمون هذه البلاره يعني كان مغلقها احمر، يعني نورمالمون درت لها ماء بارد زعما باش تطول، بصح فتحتها لكم باش تشوفوا يعني الفرق، ما كانش فرق بزاف زعما بينها وبين الاخرى، حتى الاخر صفار لي ما شاء الله. شوف هذه اللي درنا لها الكركم باش يولي لونها اصفر، ها هي صح جا صفر ومسح حتى الاخر جا صفر بصراحه. وشوفوا يقعد مقرمش من هذاك الشب، يجيكم مقرمش روعه.
وراهو بدا يطيب حتى هو، حتى هذا بدا يطيب ومسح. هذا يطول فتره طويله ما شاء الله، يعني خبيوه ما يدخلوش الهواء برك، وخبيوه يعني في مكان مظلم مثلا بلاكار. واذا ما عندكش بلاكار ديري فوق، ديري كل بلاره ديريها في ساشي كحله هكا باش ما يدخلهاش الضوء، ويعني وخبيوه. دوكا هذو اللي راح نخليهم فتره طويله باش نتفادى انه يدخل لهم الهواء. شوفوا فتحتهم، اللي ناقصه ما راح نزيد لها ماء ولا خل. انا راني زدت غير ماء، يعني من الاحسن انكم تخلوه يبرد هكا باش يعود معقم وما يفسدلكمش الفلفل تاعكم. وهذه ثانيه راح نزيد لها شويه ماء ونزيد لها زيت. زيدوا لهم الزيت، هذو اللي راح تحفظوهم فتره طويله. الاخرين هنا راح ناكلوهم يعني حيفضوا في ساعه، اما هذو اللي حبيناهم يقعدوا فتره طويله من الاحسن انكم ديروا لهم الزيت هكا باش الشتات مثلا فتحتيها إن فوا فتحتيها بعد حبيتي تنحي منها حبه ولا زوج ولا تنحي منها شويه، تبقى هذيك الزيت مغطيه مام هي مفتوحه، يعني مغطيه عليها الزيت ما يدخلهاش الهواء هكا يا البنات. ومن بعد تخبيهم يعني كما تحبوا نتوما. وهذه هي خواتاتي، نتمنى اني نكون ما طولتش عليكم بزاف، وكانت يعني فيديو خفيف ظريف عليكم. خليوا لي جام تاعكم وتعليقاتكم جميله هكا باش نستمر معكم ونزيد لكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.